هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا عماد خلف وزملائي بالكنترول طاقم الإذاعة أيضا لورينو دارين. ضيفي بالاستديو الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بالتوليد وأمراض النساء وجراحتها. نحن وانتو رح نرحب بالدكتور لنبدأ لقاءنا ونستفيد من هاللقاء. نتمنى الكل يستفيدوا من هاللقاء اللي هو موضوعنا مهم كتير. يسعد مساك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، مساء الخير لك ولكل المستمعين. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. متابعينا للي حابب ينضم لنا، رقمنا الأرضي هو 429-101. أيضا عبر الواتساب فيكم تنضموا لنا عبر رسالة 093-82-80-81-4. عبر البث المباشر حتى اللي برات البلد فينهم يسألوا بوير عربي صفحة الإذاعة. مرة تانية بنرحب بالدكتور. دكتور، موضوعنا اللي هو أكياس المبيض أو كيسات المبيض بما يسمى، إذا صح التعبير اصطلاح علمي. يا ترى شو بنعني بأكياس المبيض؟ أهلا وسهلا، مرحب فيك والمستمعين. موضوع حقيقة هذا موضوع كتير كويس ومهم جدا. يعني اختيارك له كان اختيار موفق إن شاء الله. هذا الموضوع هو أكياس المبيض أو كيسات المبيض، هو بالإنجليزي ovarian cyst. وحقيقة هي المبيض عادة في الناحية التشريحية المبيض موجود فيه له المحل مركز اسمه اللحمة. هذا فيه أوعية دموية ونسيج ليفي وتوعية دموية وأعصاب. في النسيج القشري تبع المبيض، هذيك القسم الفعال الوظيفي، هذاك اللي يفرز الهرمونات ويعطي جريبات لبرا، يعطي البذرة. فبهالقسم هذا قسم قشرة المبيض، هذاك اللي فيه يصير فيه عادة فيه الأورام والكيسات. نعم. فمن هيك صار تعبير كيسات المبيض. باعتبار أكثر شيء أكثر آفات المبيض هي عبارة عن كيسات. هلا بعدين راح نجي أكيد. دكتور، هل جزء من الجهاز مثل ما ذكرته، يا ترى في له أنواع مثلا إذا صح التعبير؟ فيه طبعا مثل ما قلنا لك المبيض. عفوا سكر صوت، ما في مشكلة. المبيض هي مبيض في قشرة المبيض بقى فيها أنواع من الخلايا. في خلايا حبيبية وفي خلايا صندوقية، في خلايا تناسلية، نفس الخلايا تعطي مناسل، يعني تعطي عراس، تعطي البويضات يعني. وفي خلايا أنواع أخرى، مثلا أنواع أخرى من الخلايا اللي تفرز الهرمونات، اللي تفرز الأوعية الدموية. في نوع من الخلايا الجنينية أصلا اسمها جيرمينوما، يعني بقى لها أنواع كثيرة. نعم. بس أكثر أنواع المبيض كيسات المبيض الشائعة هي سن نشاط تناسلي بين عمر يعني فترة البلوغ لفترة انقطاع الطمس، اللي بسموها بالعامية الكلمة المو طيبة إنه سن اليأس. نعم. فبهالعمر هذا اسمه سن النشاط التناسلي. عادة سن النشاط التناسلي كيسات المبيض تكون شائعة، وبنسميها نحن بالناحية الطبية بنسميها كيسات المبيض الوظيفية، لأنه أغلبها مو هالمرض السيء، أغلبها هي عبارة عن اضطراب بالوظيفة الهرمونية أو اضطراب في وظيفة المبيض تبع الإباضة. فهي الكيسات المبيض الشائعة تكون كيسات مبيض إما جريبية، يعني من الخلايا الجريبية، خلايا تبع الجريبات، أو بسميها كيسات مبيض الجسم الأصفر أو صندوقية، يعني هاي اللي بتصير بعد منتصف الدورة. هي الموضوع التعبير تشريح مرضي ما كتير يأثر من ناحية التشخيص. وهي بشكل عام كيسات مبيض تكون رائقة وأحجامها عادة أقل من 5 سنتي، ومعظمها تعالج معالجة دوائية. هتنشح أكيد رح. دكتور، لكل مرض أو أي حالة ما بتكون لها أسباب، سواء ربما تكون أسباب واضحة أو بعض الأمراض ما لها أسباب واضحة. يا ترى تشكل هالأكياس هاي في لها سبب وجودها وأسباب تشكلها شو هي؟ ولا هي بشكل عام بعتبر اسمها كيسات وظيفية، أكيد عم تنجم عن خلل بالوظيفة. نعم. هلا بالناحية الطبية بهالزمن بشكل عام كيسات المبيض زاد نسبتها، ويعزز السبب أكتر شيء للبدانة. هلا مو صار في زيادة نسبة الوزن زاد صار. نعم. والمبيض أصلا كيسات المبيض البذرة تيجي من قشرة المبيض. القشرة المبيض لما تصير سماكة بقشرة المبيض، السماكة معظمها تنجم عن زيادة الدهون عند المرأة، شحوم، وقشرة المبيض تتسمك
بتشكل ليفي شحمي. فهل بويضة خروج البويضة بالإباضة يوم 14 بتصير فيه صعوبة فيها. نعم. بفي يعني دراسة الشحية المرضية دراسة استقلابية إنه ممكن المقاومة للأنسولين أو ارتفاع السكر الخفي أو فرط الشحوم أو بالنهاية هي خلل هرموني. نعم. بتخلي هالبويضة ما تنزل تتجمع هي مع السائل اللي حولها دورتين ثلاثة. هالسائل يتجمع يكبر يصير بقى كيسة. بالناحية الطبيعية عند المرأة كل مرأة بنشاط تناسلي يوم 14 من الدورة يصير بويضة 2 سم. يعني بالتعبير العادي هي كيسة، هي حقيقة هي كيسة 2 سم بتنفجر. هذيك بويضة. نعم. بس إذا دورتين ثلاثة ما صار إباضة وتجمعت هالكيسات كيستين ثلاثة بجنب بعض كده يتجمع يصير كيسات مبيض. الخلل شو يصير أول شيء إباضة تخربط الدورة، وكمان إذا مرضى متزوجة ما يصير حمل يعني تأخر الحمل. وإذا كبرت الكيسة عملت انفتار مبيض باعتبار المبيض معلق، المبيض من الأعضاء المعلقة مو أعضاء المصمتة المثبتة. إذا كبرت وصار من الملحقات ممكن ينفتل. لما تفتل بقى نحن بالطب بنسمي الملحقات هي المبيض والسوان البوق والبوق والأعضاء التشريحية حولها، هي كلها معلقة. إذا الكيسة كبرت بحيث أحيانا تكبر ما تعرف إنه شو منشأ، يعني تأخذ مع المبيض والبوق كله، فصار اسمها كيسة الملحقات، بس هي أصلا كيسة مبيض هي. نعم. إذا كبرت زيادة وصار انفتال يعني انفتلت على الجزمور تبعها على الجزمور المعلقة عليها، هل في حالة هاي حالة إسعافية يصير احتشاء بالكيسة، مو تنفتل ينقطع التروية عنها، ينقطع التروية يصير احتشاء بالكيسة نفسها. احتشاء المبيض بالكيسة مؤلمة جدا هالحالة، والمريض تيجي بحالة إسعاف، والحالة إذا تأخرت ممكن يروح المبيض فيها. فمن مشاكل كيسات المبيض إذا ما تعالجت أو ما تشخصت باكرا وما أخذت علاج ممكن تعمل انفتال كيسات المبيض ويروح المبيض فيها. يعني تصير معالجة استئصال الملحقات المنفتلة يعني المضرة. إذا دكتور أحد أسباب يعني انفتال العضو هذا أو المنطقة هي سبب أنه ما أنا معلقة، ما أنا مثبتة التشريحين هيك الأعضاء المعلقة. دكتور كيف بتجي المريضة لعندكم أو بتراجعكم أو بتتصل معكم؟ شو هي الأعراض اللي عم تظهر على المريضة؟ مثل ما ذكرت لنا من شوي أنه هي أحد الشغلات اللي بتبين هي الآلام. يا ترى شو بتبين على المريضة؟ لحسن الحظ معظم كيسات المبيض الكيسات الصغيرة مثل أقول لك هي 2 سم وأقل، هي ما نسميها كيسات، اسمها جريب واسمها جريب ناضج، اسمها أساسا إباضة هي بويضة. هذيك الشغلة طبيعية مو مرضية. المعظم النساء بيجوا باضطراب الدورة التمثيلية، تيجي واحدة دورتها مخربطة تاخذ وتعطي. الشيء الثاني حيصير نزوف وظيفية، يعني تصير مشحات بين الدورات، أو المريضة تخربط الدورة ما تعرف إمتى الدورة الحقيقية، تيجي يومين توقف يومين، أو تيجي قبل وتيجي متأخر. هاي الاضطراب الدورة عادة المرأة تحس على حالها في شيء. هاي المراحل الأولى. المراحل الثانية مثل المريضة المتزوجة تحس إنه في شيء مشكلة حتى ما صار حمل، هاي سببها إنه ما صار إباضة. طبعا المبيض لما يكون في كيسات يكون مبيض مشغول، المبيض اللي فيه كيسات مبيض مريض، المبيض مرضان ما يعطي بويضة. فلما يكون في كيسات مبيض كمان ما يصير إباضة ما يصير حمل، كمان تنتبه على حالها إنه في مشكلة تأخر الحمل. فإذا الأعراض تبعها ممكن اضطراب دورة، ممكن تأخر الحمل، ممكن أحيانا يصير عند المرأة شوية شعرانية أيضا. ممكن إذا بقى الكيسة كبرت صارت فوق 5 سم ممكن تعمل آلام مغصة، خاصة المرضى اللي يحسوا على حالهم إنه في مشكلة. يعني بقى الحالات الثانية إذا صار بقى الكيسة مع أعراض ثانية، مثلا كيسة انفتلت صار كيسة جراحية، صار ألم جراحي. ممكن إذا كيسة انبثقت أو صار كان فيها نزف ممكن يصير كمان ألم. إذا صار فيها انفجار يعني تنفجر حين الجريبة يصير ألم بطني حاد. هاي بقى هاي أعراض اختلاطات الكيسة، هاي طبعا تيجي أعراض متأخرة. بس معظم الأعراض تيجي اضطراب دورة، ألم بهاي نزف الدورة، نزف خفيف أو تأخر الحمل أو شعرانية يعني. تماما. دكتور عوامل الخطورة يا ترى لأي درجة إذا ما تعالج أو ما تشخص المرض هذا؟ أحيانا باعتبار بتصير في اختلاط بين طبيب المبايض بتكون متماشي مع ألم الزائدة، يعني في كتير يعني إذا ما تشخص المرض عامل الخطورة لهالمرض هذا شو راح يكون؟ هو بشكل عام حسن الحظ كيسات المبيض معظمها علاجها سهل وتشخيصها سهل، ويجي المرضى يعني بأي زيارة طبيب نسائي تتشخص لكيسات المبيض.
المشكله تبعها اذا كانت يعني جاي بآلام جاي باختلاط الكيس، يعني جاي تاخرت سالت عن حاله متاخر يعني. هاي بتيجي احيانا خاصه اذا كانت بجهه اليمين والملحقات اللي بكيس المبيض الايمن، هذيك تكون ألم محل زايده. هاي حنصير خربط عند بس كمان التشخيص بالايكوغرافي يعني تشخيص 100% دقيق يعني. وخاصه هاي صار اسمه بقى تشخيص تفريقي. نعم. إذا الشخص يعني تفرق كيسة المبيض عن المشاكل الأخرى، طبعا أعراض الأخرى مثل زايد يكون في مع حرارة، يكون في مع أعراض هضمية. نعم. بيكون في مع ارتفاع بالبيض والثقة. هذول كيسة المبيض مبينة بالإيكوغرافي، في كيسة بالملحقات وفي ألم محل تبعها، ومع زائد الأعراض النسائية اللي ذكرناها. فالتشخيص ساعات تشخيص سهل، مجرد ما تفحص حالة يتشخص يعني. تمام. دكتور، وسائل التشخيص باعتبارنا حكينا عن موضوع التشخيص، يا ترى يعني بتشخص عندكم فقط بالايكو بالعيادة؟ مثل ما قلت لك نحن بالطب دائما في فحص منهجي. يبدا باول شيء الاعراض. الأعراض هي الشيء المريض بيقول لك قصة المرضية، خربت الدورة، صار عندها شعرانية، صار عندها نزف، صار عندها يعني تأخر الحمل، هاي اسمها الأعراض. العلامات بقى العلامات اللي الشيء الطبيب يشوفه بالفحص تبعه، بالنظر، بالجس البطن، بالفحص النسائي. طبعا الفحص النسائي كمان واحد يحس بالكتلة، بالفحص بالجس البطن يعني، بالفحص المهبل مع البطن بتحس بالكيسة. بعدين تيجي لوسائل تشخيصية. وسائل تشخيصية أكثر وسيلة تشخيص عندنا هي الدقيقة، وعند كل الأطباء النسائية موجودة هي إيكوغرافي. إيكوغرافي مشخص 100%. إلا بتيجي بعض الحالات تكون كيسة منفجرة أو متمزقة أو كيسة نصفية، هذيك حيكون تشخيصها يعني ما في سائل. إذا ما في سائل تشخيصها يكون صعب. بس هاي حالة نادرة. معظم الحالات تيجي يكون كيسة رائقة، وخاصة إذا فوق 3 سم معظمها تبين بالإيكوغرافي. في وسائل أخرى مثلا تعمل طبقي محوري، طبعا الرنين مغناطيسي. هاي بالحالات اللي الكيسات بحدي العمر. حدي العمر قصدنا شو هي؟ اللي بعد سن نشاط تناسلي، يعني بعد سن 45-50 سنة، أو البنات الصغار اللي أقل من 15 سنة. هذوك يلزم استقصاءات أخرى، طبقي محوري، رنين مغناطيسي، مشان تفرق عن الخباثة. يعني بكون أحيانا في أورام مع المريض، يعني تكون كيسات ورمية، يكون على حساب أعضاء وأنسجة أخرى، أو تكون في مشاكل ورمية أخرى. بعدين نجي على ذكر. أكيد. دكتور، قبل ما ننتقل للسؤال الثاني، ترى أيضا المبايض مثلا بيصيبون مرض الليوكيميا أو السرطان، ولا هن ما في حالات مسجلة هيك شيء؟ كنا نقول كردي بعيد عن هون. أكيد جميع مرضانا يحفظكم جميعا. بس يعني مثل ما يقول لازم واحد يقول خبر سواء كان سار ولا مو سار. طبعا أكيد. أورام المبيض سهل التشخيص، وإذا تأخر تشخيصها خطرة جدا. لأن المبيض من الأعضاء اللي ما بتنشاف. هلا مثلا الأعضاء اللي بتنشاف مباشرة، مثلا عنق الرحم، الثدي، هاي كل المرأة، حتى المرأة تفحص حالها. بس المبيض ما فيها تفحص حالها. المريضة ما تفحص حالها، يفحصها طبيب. فتأخر تشخيص بأورام المبيض خطر جدا. يعني المبيض عضو معلق وبالبطن حر، مجرد ما يصير ورم بالمبيض يكون صار ورم انتقل. نعم. ف35% التشخيص ورم المبيض هو بعد تشخيصه يكون أكثر من 65% يكون صار انتقال كمان. يعني يكون تشخيصه متأخر. نعم. فنحن طبعا أورام المبيض مشان ما نخوف المرضى والمستمعين، أورام المبيض نادرة جدا. بس بعد سن نشاط تناسلي، يعني قصدنا كل امرأة تقطع الدورة بعد سن 50 سنة ويصير عندها نزف، يصير عندها آلام حوضية، يصير مع أي كيسة مبيض ولو كيسة 3 سنتي، هديك يلزمها دراسة كاملة. بالضبط. دراسة مستفيدة. بس اللي بسن نشاط تناسلي من 15 سنة ل 45 سنة، أي كيسات مبيض هي سليمة إن شاء الله تقريبا 99%. بس السن المتأخرة ممكن تكون أورامية. هديك بقى في عوامل أخرى، مثلا اللي مدخنة، اللي عندها سابقة أورام سابقة، اللي أخذ هرمونات كتيرة، اللي في قصة بالعائلة. يعني في ناس عندهم مورسات ورمية خاصة، هذول كلهم دراسة خاصة. أكيد. دكتور، بعد التشخيص دائما الطبيب يلجأ للعلاج، ومن خلال حديثكم أيضا ذكرتوا أنه في طرق للعلاج سواء كانت هي دوائية أو جراحية. إمتى بتلجأوا للعلاج الدوائي وإمتى بتلجأوا للعلاج الجراحي؟
بأي الحالات؟ الكيسات المبيض 3 مستويات من العلاج. في المستوى الأول من العلاج هو مو علاج، المستوى الأول من العلاج هو فقط مراقبة. يعني تصبر على مريضة شهرين 3 إذا كيسة مثلا أقل من 4 سنتي والرائقة قصنا رائقة إنه بس بالتصوير تشوف بس مي فقط. نعم. يعني في كيسة فقط فيها مي، ما فيها لا كتلة المي، لا تكلس، لا كتل نسيجية، لا شيء، بس فقط مي وكيسة مبيض. هاي تعتبر كأنه جريب أو جريبين ملتحين مع بعض، تصبر على شهر شهرين 3 أحيانا بعد الدورة تروح أو بالدورة الثانية تنفجر تروح. يعني هذول اسمه العلاج بالمراقبة. طبعا اللي أقل من 4 سنتي هي في قياس اسمه كرة البيسبول، اللي أقل من 7 سنتي عادة هذول يعني مشان تسجيل التصنيف الطبي. نعم. اللي أقرب من 7 سنتي وكيسة رائقة هذول علاج دوائي. تماما. اللي فوق 7 سنتي مع مشاكل أخرى، يعني تكون فيها تكلسات، في أنسجة أخرى، في كيسات اسمها كيسات العجائبية. هدول بيجوا كيسي في حتى في أسنان، فيها شعر، فيها نسيج شحمي، فيها كتل دهنية، فيها نسيج عضلي، فيها نسيج شحمي. الكيسات اللي تيجي مختلطة هديك بقى بدها دراسة أخرى. هديك كمان سليمة معظمها، بس هديك علاج جراحي أكيد بالدواء ما تروح. بس الكيسات الرائقة أقل من 7 سنتي ورائقة وما في أعراض هاي علاج دوائي. اللي أقل من 3.5 سنتي هديك حتى علاج ما يلزمها، بس بدها صبر مراقبة شهرين 3، إذا ما راحت نعطيها العلاج. العلاج تبع العلاج علاج دوائي. طبعا العلاج المبدأ فيه هو تريح المبيض. تريح المبيض، تعطي تثبيت هرمون المبيض. المبيض كل شهر يعطي استروجين بروجسترون، يعطي بويضات، فبتعطي المريض شيء يريح المريض. يعني المريض يعني توقف وظيفته، فبينعطى حبة معنا حمل، أو بينعطى بروجسترون صنعي مثل النوركولود، أو بينعطى معنا حمل في ميكروجينون، في استراديان، في ياسمين، المرضى يعرفون يعني. تأخذ معنا حمل شهرين 3 يتوقف الإباضة، وبنفس الوقت إذا في كيسات تضمر تروح يعني. فعادة شهرين 3 تروح. طبعا مشان يعرف المرضى انه مو مثل علاج اللوزات تاخذ يومين 3 يروح كيس المبيض، بدها على الاقل 3 شهور ل6 شهور علاج حتى تروح. معظم الكيسات مستمر يعني. في مرضى لهم حظ احيانا بدوره واحده تروح، بس يعني بدون صبر. بس مجرد انه كل شهر شهرين 3 تشوف انه كيسه صغرت معناته ان شاء الله بتروح استجابه يعني. فلازم هي تيجي مشان تتابع الموضوع، تيجي شيء دورتين 3 تتاكد من راحه الكيسه. وحتى بعد ما تروح كمان دورتين 3 تصبر تريح حالها، تراقب حالها انه ما يصير عندك كيسات مبيض. في مشكله ثانيه كمان نفهم المرضى انه لازم يعرفوا انه كيسات المبيض ما لها علاج للابد. يعني ممكن تتعالج بهالكيسه بعد كم شهر تيجي كيسه ثانيه. مثل ما قلنا مثل اول حلقه قلنا انه هي عباره عن جريبات، هي كيسات وظيفيه. الاجربه بتصير ما دام مبيض شغال نشيط ممكن تصير كيسات. اللي فوق السن نشاط نفسي اللي قطعت عن الدوره هذيك طبعا هذول لازم ما يصير لهم كيسات. لما يصير كيسات علاجها قطعي، لازم تشيل مبيض. بس اللي بسن نشاط نفسي باعتبار ما فينا نشيل مبيض عضو يلزمها يعني مشان الانجاب، فهدول لازم تفحص حالها. وحتى لو راح مره تعالجت ممكن تيجي بعد فتره ثانيه تصير كيسات وكمان تعالج. فهذا الموضوع يعني مثل حلاقه الشعر أكيد. يعني ما في موضوع علاج بدي. في شيء ثاني واحده قبل ما ننسى، في كيسات المبيض الدوائيه اسمها بالطب نحن نسميه اياتروجينيك. السبب هو العلاج الطبي. مثل المرضى اللي يتعالجوا مشان العقم ياخذوا محرضات الاباضه. هاي ممكن محرض الاباضه يكون مبيض حساس ويستجيب استجابه يعني اسمها فرط استجابه. هذا اسمه اوفاريان هيبر ستيموليشن سيندروم، اسمه عطش. هذول المرضى عاده السبب هو دواء، بس حظ المريض هيك محفز. طبعا هذا مو خطير، بس هاي تيجي بحاله حاده، تيجي بحاله مرضى تيجي عندها بكون عندها صار عندها كومة كيسات، احيانا تعبى بطنها كيسات تمام، واحيانا تعبى بطنها مي يعني يصير حبن. فهدول علاج دوائي محافظ مع مراقبه بالمشفى، مع احيانا بعض الاحيان يعطوا مدرات، بس هي علاج محافظ ومراقبه وتريح المبيض شهرين 3 وبعدين لازم هالمريضه ما عاد تاخذ محاضرات اباضه ابدا نهائيا. هاي بعض الحالات تصير هيك. هذا علاج دوائي لانه سببها دوائي. نقطه مهمه هاي اكيد اسمه فرط استثارة المبيض. تماما دكتور، دائما باعتبار برنامجنا هو توعوي، فبختام اي لقاء بنطلب من الأطباء أنه ينصحوا مستمعينهم ومرضاهم عبر منبر بوير وعبر برنامجنا صحتك بالدنيا. أي شيء حابب تعقب عليه أو تزيد المعلومات وشوية نصائح للمستمعات؟
تسلم. أهم نصيحة للمرضى، أي واحد عنده خربطة بالدورة هيك ساعات المريض التشخيص الباكر كتير كويس. مشان المريض أول شيء التشخيص الباكر ممكن يشكل واحد من الحبة مش الحال. فالتشخيص الباكر مجرد ما تحس إنه في عنده اضطراب دورة، في عنده شوية مزاج، حتى مزاجه تأخر، صار عنده شعر زيادة، صار عنده مشحات بين الدورات يعني، أو حتى المرضى يتأخروا عن الإنجاب خلال مثلا شهرين 3 4، لازم تشوف حالة على الأقل تصوير إيكو يبين إذا في كيسات تعالج. وكمان المرضى لازم قبل ما ياخذوا أي دواء للحمل تأكدوا، يعني نحن قصدنا للمرضى إنه العلاج حتى للحمل لا ياخذوا علاج يتأكدوا شو الخلل. فأحيانا في مرضى ياخذوا محاضرات إباضة مباشرة بدون ما يعرفوا شو سبب تأخر الإنجاب. فلذلك لازم الأفضل تتأكد إنه ما عنده مشكلة بالمبيض، ما عنده مشكلة بالبوقين، ما عنده مشكلة بالرحم، وبعدين تأخذ محاضرات إباضة. وكسات المبيض كمان لازم علاج دوائي، واي كيسات مبيض بسن نشاط خارج نشاط تناسلي قلنا لك، يعني اللي فوق البنات الصغار والبنات النساء اللي فوق ال 50 سنه هذول من دراسه مستفيده، يعني من دراسه كامله. اكيد. شكرا كثير. بنهايه اللقاء الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بالتوليد وامراض النساء وجراحتها، على المعلومات القيمة. نتمنى المستمعات يكونوا استفادوا منها. بشكر زملائي هيلوزو الدارين على الكنترول والبث المباشر. نتمنى تضلوا بخير وسلامة للحلقة القادمة. ألف شكر لكم. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.